السلام عليكم، مرحبا بكم إخواني. ما ترميش الكاوية التالفة. شوف كيفاش غادي نحولها لكاوية خطر وقوية بزاف، حسن من كيف كانت. وإلا شفتي هذه اللي خدامة دابا تقول ما عمرها خسرات. هي سيدي اللي تم التدوير ديالها. ناخدو هذه راه تالفة، قطعت لها الخيط وحطيتها، بعد ما تحرقات في 220 حطيتها صافي ما بقاتش خدامة. دابا غندير عليها التجربة وغادي تشوف اشنو كاين. اول حاجة غادي نفكوها مزيان، تابع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرف تصايب بحالها، ولا ما عرفتيش تصايب بحالها على الاقل تشوف كيفاش درت لها انا. تنفككها مزيان، نحيد السلك، الاسلاك العازله ديال التيار الكهربائي اللي كان من قبل 220، ومن بعد تنحيد هذا السلك هذا باش نفكك مزيان. نحيد السلك الاول اللي كانت خدامه به ديال 220، ونحيد هذا العازل هذا وغادي نحتفظ به حتى الاخر باش نرجعو لبلاصتو. هذا ما تمشيش تقيسو لحقاش غادي يرجع لبلاصتو في الاخر. تناخذ هذا السلك الرقيق هذا تنزعو بالمره، تنحيدو نهائيا بالكل، حتى هذا كان خدام في الاول 220. اما دابا غادي نخدم انا ب 12 فولت، غنخدمها ب 12 فولت وغتخدم احسن كيف ما كانت في الاول. انا على يقين وغادي تشوف التجربه بعينك، كلشي قدام عينيك غادي تشوفيه ولا غادي تشوفو حتى الاخر باش تعرف النتيجه راها صحيحه 100%. هذا من الاحسن تاخذ سلك مقاوم للحراره. هذا السلك هذا مغشي بماده مقاومه للحراره، واخا يشوف الحراره ما تيتحرقش وما تيذوبش. تنزير عليه مزيان، نزير على السلك ديال مجفف الشعر، غادي نحتاجو منه تا هو تقريبا شي 30 سنتيمتر، ونزيرو على هذاك السلك اللي هو مقاوم للحراره. ومن بعد تنجيبو داك السلك اللي نزعنا في الاول، داك السلك الرقيق اللي كانت خدامه به اول مره، هو اللي تنشدو به هاد السلك الغليظ ولا السلك السميك، تنشدو به مزيان، تندورو عليه غير باش يشد لينا السلك. فهمتوني؟ ما غاديش يخدم، راه غيشد لينا السلك بحال غادي نحزمو به السلك صافي، ليس الا. وهاد الكاويه اخواني ما قلت لكم خطر حتى خطر، حيت انا راه عجبتني في الخدمه ديالها وصدماتني والله. انا ما كنتش متوقع غتخدم بهذه الطريقه هذه، انا خدام فيها وشاك لما دير حتى شي حاجه. الساعه طلعت بنتيجه ايجابيه. هنا اخواني هاد السلك هاد الحراري راه كيف ما دورتيه، اما على اليمين ولا على اليسار، اما دير لفه على اليمين او على اليسار بحال بحال. انا اخترت ندير على اليمين. هاد 30 سنتيمتر نمشي بها اما على اليمين ولا على اليسار بحال بحال، نمشي بها حتى النهايه تنكملها. وبعد تنكملها تنشد بشي طورنوفيس باش ما تمشيش تدور، فهمتي ولا لا؟ تمشي تدور في الخوا ولا ترجع للبلاصه اللي كانت فيها من قبل. خاصك بعد تزيرو يبقى مزير، ما يرجعش يتحل يتفك لداخل ويبقى واسع. بهذه الطريقه هذه تنفرانيها ولا تنوقفها بالطورنوفيس وتنخليها حتى الاخير.
ونشوفوا المرحلة الموالية اشنو غيجي. ندخلو هاد الايزولون ولا هاد العازل نقلبوه للجهة الأخرى بهاد الطريقة هادي ندخلوه. المهم هاد العازل هذا راه غير ما يخليش الكهرباء ولا الضوء يوصل للكاركاس باش ما يتوشيش في الكاركاس ويمشي يدير كوب سيركوي. من الأحسن يرجع للبلاصة اللي كان فيها. نحيدو هاد الجوانب هادو اللي تلاشاو وناخدو دابا السلك نشدوه بهاد الطريقة هادي، نشدوه وندورو بيه إما على اليسر ولا على اليمين بحال بحال، وتندورو فوق السلك. فوق السلك ندورو بيه حتى للآخر، وهذا باش نحزموه بحال هكا. إخواني فضلا وليس أمرا، شكرا. ومن بعد تنحزمو تنقطعو بحال هكا. المهم راه نتوما قربتوا النتيجة، غير تبعوا الفيديو وحده وحده بشوية بشوية حتى تعرفوا اشنو غديروا. هاد الكركاس ولا هاد الحديدة هادي غادي تحكوها مزيان من الداخل، تحكوها بالمبرد أو بالكاط الحرش. المهم هي اللي غيتوشي فيها السلك، خاصها تكون مع تماس مع السلك ديال الناقص، مع السالب خاصها تكون في تماس معاه. نركبوها بهاد الطريقة هادي، نقيديو مزيان وندخلو السلك على قود الفيس، على قود البورغي او الفيس فين غادي يدخل. نجيبوها بحال هكا ونوركو عليها على غفلة حتى تدخل بحال هكا، ونديرو الفيس ونزيرو عليه. وهذاك الفيس راه غيزير تاع السلك، ماشي غيزير غير الراس ديال الكاوي، راه غيزير تاع السلك تا هو باش يبقى في الكاركاس، يبقى متوشي ولا داير تماس في الكاركاس. دابا الزائد خرجناه، وهذاك الزائد راه سلك حراري، ما نخافوش على الحرارة، راه ما يذوب، راه الحرارة ما تذوبش داك السلك اللي درنا الأبيض، هذاك راه أصلا مقاوم للحرارة. اشنو تيبقى لينا؟ تيبقى لينا الناقص هو اللي غنديرو في الكاركاس دابا. السلك الأبيض زائد، وهذا الأزرق لون فاتح هو اللي غيكون في الناقص، في الباتري ناقص. يلا الإخوان تشجعوا وصايبوا وحده بحال هادي، فكوها مزيان وقلبوا على السلك، خذوه من السوشوار أو من السخان كهربائي كيف ما كان، ديروا فيه 30 سنتيمتر وصايبوه بحال هادي. راه ساهله، راه ما فيهاش شي تعقيد. والمحول اللي غديروا ليها راه 12 فولت 5 امبير. وشوفوا شي ترانسفور يكون بلاندي، ماشي شي حاجه عيانه ديال اومبلي عادي. شوف شي حاجه تكون بلاندي من الاولين ديال ريسيفرات القدام، ولا شي حاجه اللي تكون بلاندي باش تحمل حتى هي، فهمتي؟ والله الا صراحه انا من قلبي بغيتكم تصايبوا وحده بحالها وتكتبوا لي في التعاليق صايبناها، وديك الساعه غادي نفرح من قلبي مزيان. وتصدقوني الا قلت لكم راني خديتها جديده، شريتها جديده وما خدمتش معايا بحال هكا. علاش انا طلقت عليها هذا الاسم كاوية خطر؟ لانها بهراتني، دارت خدمه عجيبه. سخنات تقريبا في البلاصه في ظرف وجيز، والخدمه ديالها ممتازه. داكشي اللي كنت انا كنتمنى نشوفه في كاوية مزيانه لقيته فيها صراحه. راحنا اخواني في المرحله الاخيره ديال ليسي. دابا غادي نسيوها، نديرو ليها البليس والموان، الزائد والناقص. درنا الابيض هو الزائد والازرق هو الناقص. ودابا نعطيوها واحد الفتره ولا واحد الوقت وجيز على ما تسخن، ونشوفوا الخدمه ديالها كي دايره، واش نيت تستحق التشجيع ولا لا. مزيان. دابا سخنات، بعد كدوب ليتان صافي راه مزيانه. نجربوا على الطابلو نشوفوا كوندونساتور، بعدا نحيدوا شي كوندونساتور ونشوفوا بسهوله. والله الا ممتازه.
نشوفوها كيفاش الا بغينا نعاودو مثلا شي بور ولا شي بور، نشوفوها كيفاش تخدم. مزيان مزيان تدوب مزيان في البلاصه، هي مزيان وفي ظرف وجيز. ودابا غنشوفو على الطابلو هذا، هي مزيان والله لا مزيانه بالله. شوف دابا الا مزيان سدد دوك التقابيل اللي كانوا مفتوحين. ونشوف هاد الكوندونساتور هادي سيراميك نشوفوها، هي نصلاتها بسهوله. هي نشوفو كذلك سيراميك اخرى مزيان بسهوله والله لا ممتازه بالله. انا ما غاديش نشكرها لك حتى تصايبها بنفسك وغتشوف خدمتها كي دايره، وانت غادي تقول الراي ديالك حتى انت. كوندونساتور مكثف نصلاتو بكل سهوله. نشوفو هذا ديال البريز، هذا البور هذا ديال البريز، هي لا بكل سهوله. وحتى السودو الغليظ حتى لي بوانت الغلاظ، لي بوانت الغلاظ حتى هما تتحيدهم بسهوله، ما عندهاش مشكل. نشوفو هذا هي سداتهم مزيان. نعاود نشوفو شي حاجه اخرى تاني، نشوفو هادو كيفاش هي والله لا فتحاتهم مزيان. شوف 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 الخدمه كيفاش دايره، ما شاء الله. نعاود نشوفو تاني. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، ممتاز ممتاز. اخواني اللي عجبو هذا الفيديو هذا راه عارف اشنو غادي يدير، غير ما ينساناش وصافي. نشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.